كان في قطيع خرفان اتجنن تماماً، راحوا في كل حتة ياكلوا أي أكل قدامهم، حتى المية في النهر شربوها كلها. خيام الناس الأصليين مفضلش منها ولا واحدة، كله اتدمر. القطيع فضل ماشي لقدام لحد ما وصل لأرض الديب العجوز، والمكان ده كان ممنوع تماماً على الخرفان يدخلوا فيه، بس هما ما اهتموش خالص بالقوانين. الديب العجوز كان قاعد ياخد حمام شمس، وفجأة واحد من أتباعه جري عليه وقال له إن الخرفان المجانين جايين. الديب اتصدم جداً، ركب حصانه بسرعة وطلع يوقف القطيع، ولما شاف بعينه التهديد اللي الخرفان بيمثلوه حاول يوقفهم بنفسه، لكنهم ما ادوش له أي اعتبار. دول حتى أكلوا فاروه. الديب اتعصب جداً وهدد دروبي إنه يطرد الخرفان فوراً. ضرب نار في الهواء عشان يخوفهم، بس الطلقة أصابت وزة، ودروبي كمان ضرب طلقة وخلى سرب الوز كله يقع على الأرض في صف واحد كأنه عرض عسكري. بعد كده الديب رمى عملة في الهواء وضربها في لحظة، لكن دروبي مش بس أصابها، ده قسمها ل5 قطع. الديب العجوز فهم إنه مش هيقدر يهزم دروبي، فرجع لمعسكره غاضب. وبعد شوية صوت البوق تسمع، وملايين من الماشية بقيادة الديب العجوز انطلقوا للهجوم على الخرفان. ولما اصطدموا ببعض الديب والماشية اتسحلوا وفقدوا كل فروهم، وفي لحظة الديب العجوز فشل تاني.